انا طرح علي السؤال في الحصه الاولى للجزائر كان مع الاخ نازم، قال لي واش هي الحظوظ تاع المنتخب الجزائري. قلت له ما نقدرش نقول لك انه المنتخب الجزائري عنده حظوظ في بلد يعني يعتبر عدو للجزائر، لانه رانا نشوفوا كيفاش راهم يتصيدون في امور يعني ويديرون في شائعات واكاذيب باش ياثروا على اللاعبين وعلى نفسيه اللاعبين والمنتخب الوطني. هذا ما الا القليل كما تفضلت انت عبد النور. ماذا لو المنتخب الوطني تأهل الى النصف النهائي وسيباري المغرب؟ سيعيش المنتخب الوطني الجحيم هناك. لهذا انا نعتبر هذه الامور يعني شغل مستوى هابط. باش تشوف انت النظام المخزني ما لقاش باش يواجه ولا يواكب الجزائر على جميع الاصعده، سواء سياسيه ولا اقتصاديه ولا ثقافيه ولا رياضيه، راهو يواجه فيه بهذو الامور التافهه. من ذاك يديروا لك شريط لاصق، من ذاك يقول لك الكادر خبيتو الكادر، من ذاك يقول لك خبيتو كره، باش تشوف باللي المستوى تاعهم نازل وما عندهم حتى يعني امور يقدروا يجابهون بها، فهمني. لهذا تجدهم في كثير من الاحيان يستعملون ذبابهم الالكتروني او اعلامهم الخسيس من اجل يعني تشويه الجزائر، ليس فقط داخل المغرب ولا بل عالميا، باش يقولوا هذه الجزائر يعني دولة، تشوفوا كيفاش راهم ولا كيفاش راهم عايشين ولا يعني والفنا حنايا. هذا الشيء والله العظيم انا شغل اعتبره روتين يومي، لاني اطلع دائما على المواقع والصفحات المغربية، ارى امور والله